عسلامة، شنو أحوالكم؟ اليوم جيتكم بوصفة خبز طاجين مغربي أو خبز شباتي باش نعمل بيه ساندويتشات. يلا نشوفو مع بعضنا كيفاش. بالنسبة للخميرة متاعنا خلينا لهنا خميرة خبز كما قاعدين تشوفوا، لهنا خلينا سكر، وهنا خلينا كاس ماء يكون دافي له بارد له سخون. ناخذو مغرفة سكر هكا، ناخذو هكا خميرة ونخلوهم يتجانسوا مع بعضهم ونغطيو عليهم حتى لين تخمر لنا العجينة. نغطيو عليها ببابي ترانسبارونت هذا ونخليوها توا تخمر في عقلها. اليوم قلت ان شاء الله نعملو مع بعضنا طاجين مغربي كما يسميوه، خبز طاجين مغربي او خبز شاباتي كما متاعنا في تونس. كل واحد شنو يسميه الحق نتاع ربي، اما نفس المكونات ونفس العجينه. بون لهنا خدينا 250 فرينه، هنا خدينا 250 سميد يكون ناعم ومعناها ارطب بالطريقه هذيا. لهنا خذيت زوز مغارف كبار زيت زيتونه، ولهنا خذيت ملح، ولهنا خذيت لفاح متاع الخبز متاعنا اللي هو سينوج، بسباس، سمسم مخلط. يعني انا ديما نخلطو هيك بالبيت، ناخوهم يعني حاضرين وكل واحد وحده ونخلطهم مع بعضهم ونعملوا متاع لفاح الخبز. ولهنا باش نوريكم لهنا خذينا الخميره متاعنا، حطينا ملعقه كبيره خميره، وخذينا ملعقه صغيره سكر، وخذينا ماء، كيس ماء كما قاعدين تشوفوا. خمرت لنا بالكدا بالكدا بسم الله ما شاء الله. هذه بالنسبه للخميره متاعنا، وتوا نبداو نحطوا الخليط متاعنا ان شاء الله. اوكي، وتوا اخذنا الروبو متاعنا. اذا كان ما عندكمش الروبو تنجموا تعملوا بداياتكم. لهنا اخذنا ال 250 فرينه كما قاعدين تشوفوا، او دقيق ابيض نحطوه بالطريقه هذيا باش نحطوا النواشف الكل ومن بعد نكملوا. ولهنا ناخذوا سميد الرطب اللي هو ناعم 250 زاده، وناخذوا شويه تفاح خبز عينكم ميزانكم هكا شويه، وناخذوا ملعقه صغيره هكا ملح ونحطوها على جنب. وديجا نحنا الملعقه سكر، ملعقه صغيره سكر والملعقه صغيره خميره والماء خطيناهم مع بعضهم لهنا في الخميره كما قاعدين تشوفوا، على خاطر السكر والملح ما يجوش مع بعضهم، معناها ما يتفاعلوش مع الخميره. نحطوا الخميره والسكر مع بعضهم مع الماء ونخليهم السكر هو اللي يعاون الخميره باش تطلع لنا كما قاعدين تشوفوا قدامكم معناها بالطريقه هذيا. وتوا نحطوا اكل الخميره والسكر مع بعضهم. بسم الله، نحطوها بالطريقه هذه كما قاعدين تشوفوا. وشنو نزيدوا عليهم؟ ونزيدوا عليهم 2 ملاعق كبار زيت زيتونه باش يجينا هشوش بالطريقه هذيا. فوالا، وتوا بعد ما حطينا كما قلنا السميد والفرينة وزيت الزيتون ولفاح الخبز والملح والسكر والخميرة وشوية الماء وكهوا، وتوا نخليهم يتعجنوا بالكدا بالكدا. ولهنا العجينه متاعنا حضره، تكستور متاعها تكون كما هكا، تطلبت شويه في اليدين، ما نحبوهاش تكون يعني ياسر معناها تولي عجينه متماسكه معانا، لازم تكون بالطريقه هذه، تطلبت شويه في اليدين.
وهذه هي العجينه متاعنا كما قاعدين تشوفوا. قلت لكم تكستور متاعها لازم تكون هكا، معناها تتلصق شويه في اليدين. فوالا. وتوا شنيا نعملو؟ نحطوا لها هكا شويه زيت زيتونه هكا من فوق في الوجه، باش ما تعملناش اكل القشره الفوقانيه، وباش ما تشيحناش العجينه متاعنا. بالطريقه هذه هكا نحاولوا توا هذا اكل فوقاني نحطوه اللوطه، باش من فوق من اللوطه تجينا عجينه باهيه كما قاعدين تشوفوا. من بعد هي اوريدي كنحطوا لها زيت ولي ما عادش تشد في اليدين، لازم التكستور نتاعها بالطريقه هذيك هكا. وتوا شنيا نعملوا؟ نغطيو عليها بالطريقه هذه هكا، نغطيو عليها ونخليوها ترتاح لمده ساعه ساعه ونص هكاكا. نغطيوها هكا بابي ترانسبارونت باش ما يدخلهاش الهواء، ومن بعد نغطيوها بمنتيله نظيفه ونخليوها ترتاح بالكدا بالكدا بالطريقه هذيا. فوالا. وتوا باش نعملو التتبيله متاع الشاورما متاعنا. لهنا خذيت اسكالوب بالطريقه هذيا، غسلته بالطريقه هذيا، غسلته بالكدا بالكدا كيما هكا. وتوا باش نشرحو ونغسلو مرة أخرى بالماء الزعتر اللي هو يفوح الدجاج وينحي ريحة الزفارة بالكدا بالكدا، وزيد يطرينا الدجاج متاعنا أو صدر الدجاج متاعنا. وتوا ناخو الدجاج متاعي بطريقة هذيا هكا. نحاول توا نشرحهم هكا يكونوا بالطول بالطريقة هذيا. نحاول إذا كان هكا كي نلقاو هكا شوية دم ولا حاجة نحيوه. ونقصهم بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا. وتوا ناخذوا شرائح الدجاج بعد ما قسيناهم بالطريقة هذه كما قلت لكم. هنا عندنا الماء الزهر نغسلوه باش ينحينا ريحة الدجاج، ونخليوه حكاية 20 دقيقة هكيكا في الماء الزعتر، ونخليوه ينحي شوية ريحة الزفارة متاع الدجاج، ومن بعد نتبلوه. وهذه البهارات متاعنا للتتبيلة، تتبيلة الدجاج. لهنا اخذينا بابريكا فلفل حلو او حار، لهنا اخذينا فلفل اكحل، لهنا اخذينا ملح، كركم، سكنجبير بودرة، لهنا اخذينا اكليل جبلي وزعتر مرحي، لهنا اخذين تابل وكروية، ولهنا اخذينا بهارات الدجاج مخلطة، ولهنا اخذينا شوية حليب او اذا كان عندكم يogurta ناتشورال تنجموا تحطوها، والا عندكم لبن او
اي حاجه يعني، انه المهم انه حاجه تطرينا الدجاج متاعنا، يعني يogurt ناتشوريل او يogurt طبيعيه يعني، او حليب زي ما بدكم. وهذه التتبيله متاعنا. وتوا هذايا الدجاج متاعنا اللي غسلناه بالماء الزعتر، من بعد ما خليني 20 دقيقة في الماء متاعو باش ينحي ريحة الزفارة. وتوا باش نبداو نحطو البهارات متاعنا. وتوا نبداو نحطو في اللفاحات متاعنا او البهارات متاعنا. ناخدو شوية كركم، ناخدو شوية توابل دجاج مخلطة، سكنجبير، ناخدو زادا تبل وكروية مخلطة بالطريقة هذه. ناخدو بابريكا، ناخدو فلفل أكحل شوي، ناخدو ملح، وناخدو قليل وزعتر يكون مرحي يفوح لنا الدجاج بالكدا بالكدا. وتوا كما قلت لكم ناخدو حليب او يogurt ناتشورال او لبن كما تحبوا انتوما، ونصبو هكا شوي. فوالا نزيدو ناخدو الزيت زيتونة اللي بالاكليل متاعنا ونحطوه بالطريقة هذه شوي. وتوا نحاولوا نخلطوهم الكل مع بعض. وتوا نخلطوهم الكل هكا بالطريقة هذيا. الرائحة ياسر بنينة، رائحة فاوحة. إذا كان عندكم دبس الفلافل تنجموا تحطوا، تحبوا تحطوا طماطم، تحبوا تحطوا فلافل مطحونة يعني، اللي هي هريسة عربي كما تحبوا انتوما. كما قاعدين تشوفوا يدخلوا في بعضهم بالكدا بالكدا بالطريقة هذه. وهذه التتبيله متاعنا كما قاعدين تشوفوا. توا نحطوها في الفريجيدير لمده من المستحسن 4 ساعات 3 ساعات باش التتبيله هذيك تشرب بالكدا بالكدا وتاخو البهارات متاعها. ومن بعد نجمو نقليوها معناها في القلايه. وتوا كما قاعدين تشوفوا الخبز متاعنا تخمر بالطريقه هذه كما قاعدين تشوفوا. بسم الله ما شاء الله، شفتوها؟ خليتها ساعة ساعة ونص هكاكا. شفتوا كيفاش تخمرت لنا بالكدا بالكدا وريحة الخميرة طالعة. توا شنو باش نعملو؟ بسم الله نفشو اكل الخميرة هذيك. بسم الله الرحمن الرحيم. محلاها قداش ولاتها طرية ولات. ولا نفشوها بالطريقة هذه، نفشو الخميرة بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا فيا. شوفوا العجينه كيفاش كي خديت راحتها كيفاش ولات طريه. ناخذ العجينه بتاعي شفتوا كيفاش ما عملتش الجلده خاطر حطينا فيها زيت الزيتونه. وتوا نحاول نقسمها باش نعملو خبز الطاجين متاعنا. بسم الله. وناخذ 250 غرام، معناها تجينا 2 كعبات كبار بالطريقه هذيا. نحاولوا نحلوا الكعبه متاعنا الاولانيه
والكعبة متاعنا نحبو نخليوها هكا نفوخها شوي. بالطريقة هذه هكا. بسم الله. هكا حكاية 15 سنتيمتر 20 سنتيمتر هكاكا، هي اوريدي باش تنفخ بعد شوي. بالطريقة هذه هكا، شفتوها؟ بسم الله. خلي هذيك ترتاح، نزيد نكملو الكعبة هذه متاعنا. بسم الله بسم الله بسم الله. نستحقوش لا ماء لا نقدو يدينا بالزيت حتى شي، خاطر اوريدي هي فيها زيت زيتونة وما تتلصقش معانا. شوفوا البنات كي تراو العجينه كيما هكا فيها لمبوله كيما هكا، معناها راهي ارتاحت بالكدا بالكدا. شفتوها لمبوله البنات اخضر، معناها راهي العجينه متاعنا ارتاحت. بسم الله. طبعا شنو باش نعملو؟ باش نحطوهم هكا بجنب بعض. بسم الله. ونخليوها تزيد تخمر شويه اخرى، مره اخرى بالشكل هذايا، نخليوها تزيد تخمر وترتاح شوي، حكايه 30 دقيقه هكاك هاك الطريقه هذه. بسم الله. نخليوها ترتاح توا ونرجعوا نغطيو عليها. وبالنسبه للحشو متاع الخبز متاعنا باش نقص توا البطاطا. هنا غسلتهم، كانت بطاطا كبار غسلتهم وباش نقصهم دور دور. ولهنا خديت فلفل احمر باش نقليه، لهنا خديت ثيسه، لهنا خديت بصل، ولهنا خديت زيتون وفلفل يعني ملح يعني. وتوا لهنا خديت البطاطا متاعي بالطريقه هذيا، قاسيناها هكا معناها دور دور. وتوا ناخذ الملح ونملحوها شوي، ملعقه هكا صغيره، ونملحوها هكا شويه بالطريقه هذيا. لهنا غاديكا حطيت الزيت متاعي يسخن. لهنا عندي معدنوس، عندي بصل، عندي شويه طوميتو، وعندنا فلفل، وعندنا هريسه، وعندنا الفلفل هذايا باش نقليوه زاده. فوالا. وهذه التتبيله متاعي من بعد ما خليتها 4 صفايع في الفريجيدير. وكما قاعدين تشوفوا يعني شدت روحها، والدجاج خذا البهارات نتاعو. توا خدينا القلايه نتاعنا حطيناها توا على النار كما قاعدين تشوفوا، وتوا باش نحط نشويها. وتوا من بعد ما القلايه نتاعنا سخنت، توا ناخذ الدجاج نتاعنا ونتبلوه ونحطوه قصدي. بسم الله بسم الله. نحطوه بالطريقة هذيا، محليها الريحة. نحاولوا هكا نحلوهم باش ما يجيوش معنا فوق بعضهم بالطريقة هذه. البهارات اللي موجودة لهنا ناخدو هكا سباتشول كما العادة متاعي، حتى شي ما يطيش نحطوه فوق الدجاج. بالطريقة هذيك. ونخليوه يتبل توا.
شللنا الصحفة هذيك اللي فيها البهارات وحطينا عليها شوية ماء، ونخليو الدجاج متاعنا يطيب شوي باش ما يقعدلناش ني. ومن بعد تو المرقة هذيك تشرب ويولي محمر بالطريقة هذيا. وتوا الزيت متاعنا سخن، وتوا باش نحط البطاطا متاعنا تتقلي. كما قاعدين تشوفوا المرقة بدات تنشف وتوا يبدا يحمر شوي. المرقة نقصت وحدها وحدها. هنا البطاطا متاعي حضرت، وهذه نتاع الشاورما متاعنا كما قاعدين تشوفوا فيه طاب زاده ونقسم المرقة متاعو وحمر. وتوا حطيت الطاجين متاعي توا باش نحط كعبات الخبز متاعنا. وهذوما كعبات الخبز متاعنا بعد ما خليناهم 30 دقيقة زيدوا يخمروا. بعد ما حليناهم كما قاعدين تشوفوا زيدوا يخمروا بالكدا بالكدا. توا ناخذوا الخبيزات متاعنا ونحطوها. ونخليها تطيب في عقلها. هذه هي البطاطا متاعنا حضرت كما قاعدين تشوفوا، والخبز متاعنا هكا بدا يسخن وحطيناه توا. قاعدين تشوفوا فيا قلبت الخبز متاعنا. هنا توا عندي فلفل هذيا باش نحطو زاده. تلقاوها كيما هكا بدات تنفخ، كيما تراو فيها هكا بدات تنفخ، نقلبوها نعرفوا لي هي طابت ملوطه. بسم الله الطريقه هذه وتبيكم السخانه. فوالا كما قاعدين تشوفوا الخبز متاعنا طابت، وهذا الخبز متاعنا طاب كما قاعدين تشوفوا. بارك الله كما قاعدين تشوفوا. بسم الله ما شاء الله. ناخذ شويه هريسه شويه زيت زيتونه وهذه هي الشاورما متاعنا.
نحطو توا بصل ونحطو كعبة طماطم نحطو شوية فلفلة نحطو البطاطا متاعنا وتوا نحطو شوية معدنوس ولا ونسكرو عليه. وهذايا الساندويتش متاعنا كما قاعدين نشوفوا فيه حاضر. نحطو عليه زيتون وفليفلة. وهذوما الساندويتشات متاعنا حضروا كما قاعدين تشوفوا. حاجة ديري وحاجة نظيفة بسم الله ما شاء الله. ننصحكم تجربوه الخبز. هذا دونير حلال يبيعوا فيه بفاوح. جات تقليه هكا هوا والا تعمل بيه دي ساندويتش دونير. هو بيف دونير هو بقري يعني بقري. خديتو توا باش نقليه يجي كيما هكا جامد يتحط في الكونجيلاتور الفريزر ويجي كيما هكا كيما الشاورما. اما هو يعملوا اسمه دونير يعملوا بيه دي ساندويتش متاع دونير يكون فاوح بثوم وبرشا بهارات. جست تقليه يعني في شوية زيت هكا. تحب تاكلو هكاكا كيما المقلي والا تعمل فيه دي ساندويتش معناها ليبانيز متاع دونير.
خديت الكونتيتي هذه باش نقليها. حطينا شويه زيت، حالينا النار نتاعنا، وتوا من بعد ما الزيت نتاعنا سخن نحطو الكعبات نتاعنا. حطينا الكعبات نتاعنا وتوا نحاولوا انه نحلوهم باش يتقليو هكا الزيت اللي حطيناه. فوالا توا نطفيو عليه خاطر هو ديجا طايب، جوست هكا يتحل شويه بالكونجيلاتور في الزيت. هذيك هي الحكايه. نجمو نعملو بيه دي ساندويتش دونير، ولا نعملو بيه مقلي، ولا تاكلوه هكا كيما تحبو نتوما.